ابتدي منين بس يا رب؟ وايه الاحراج ده؟ يقولوا الراجل خرف واتجنن. مالك يا ابني في ايه؟ مكسوف وشي منك في الارض. والله ليه ان شاء الله عامل عامله يعني ولا ايه؟ حاجه زي كده. النهارده رحت مع حسين مشوار مش داخل دماغي، بس ما حبيتش اسيبه لوحده يعني. ايوه حسين مشوار. قسم وسمعني. ستات ستات يا مراد. ستات ايه بس وهبل ايه؟ قولي لي بس الاول رايك ايه في موضوع السحر والاعمال والحاجات دي؟ ايه عملتي لي عمل ولا ايه؟ يبقى تبقي بتصدقي في الحاجات دي. حلو قوي. ما السحر مذكور في القرآن، ما صدقش ليه يعني؟ تصوري لقيت حسين مصدق قوي ان الشيخ الدجال ده هيحل له كل مشاكله. انا قلت له الموضوع نفسي وكل اللي عليه يروح لدكتور ولا العباسيه حتى قبل ما يدخل دايره مبهمه ملهاش قرار. طب بس واحده واحده كده وفهمني الموضوع. بصي، هو الموضوع نفسه مش مهم، اللي هاممني الناس بتصدق ايه ومش بتصدق ايه. ليه في ناس بتصدق الشيوخ والدجالين وناس بتروح لدكاتره نفسيين؟ طب تعالى نقارن دول ودول ونشوف. ويا ريت يا ريت لو شايف الدكاتره اختيار افضل اشترك وتفعل الجرس، لكن لو صوتك مع السحر والاعمال اعمل لايك. الجهل. الناس المتعلمين بتوع المدارس بتروح لدكتور نفسي، ودول أغلبهم فعلا مخهم بيوجههم صح وبياخدوا بالأسباب. مش هكلمك عنهم كتير، مفهومة يعني؟ فهمك. لكن في منهم اللي بيروح للدكتور من باب عيب أبقى متعلم واروح أدور على دجالين، وفي اللي بيروحوا الأول للدكتور بس لما يلاقوا موضوعه طول يبدأوا يسمعوا للزن بتاع الناس اللي حواليهم ويروحوا معاهم للشيخ اللي سمعوا عنه. ولو ان حسين متعلم بس اخدها من قصرها وراح للدجال في الاول. يا نهار ابيض، ايه اللي حصل؟ قصدك يعني الجهل مش سبب؟ لا طبعا، بقولك قله. يعني كل ما مستوى التعليم والثقافه كان اعلى بتقل الاعتقادات في الخرافات. 1-0 للدكاتره. المكان. في ناس من اولها بتقوم جايبه الشيخ في البيت. عشان يبقى في المدار يعني. بالظبط، يعني عارفين انه كسفا وبشهاداتهم دي يعملوا كده، وينزلوا يشتروا له نص محل العطاره ويدوخوا على رجل الاخطبوط وعين التمساح وورك نمله يتيمه ويعملوا شغل وحركات واسامي غريبه بيطلبوها. في ناس تانية كويس، في شيوخ ما بتاخدش فلوس وبتعالج بالقران، بيقرا القران او الرقيه الشرعيه. لو انت بقى رايح للدجال مش هو اللي جبس عليكوا يعني في البيت، تدخل بقى تلاقي عنده ناس كتير قوي من كل الاشكال والالوان، زحمه وصوت عالي وعرق وبلا ازرق. تخش تلاقي عنده رجل معزه وتخرجي تجري. يقول لك زي دي. لما تدخلي الأوضة تلاقيه قاعد مربع على كنبة ولا كرسي كبير ويقول لك خليك واقف ما تتحركش وارفع دراعك ولا كأنك متذنب يا عيني، ولو جسمك مال يمين تبقى ملبوس ولو مال شمال تبقى ممسوس. وطبعا مفيش واحد هيقف زي الصنم يعني، لازم جسمك هيتحرك ولازم يلبس تهمة من الاتنين، يعني ما كانش كده يا إما كده. والله حاجات غريبة. أما بقى لو هو اللي جه البيت فيقعد يلف في الشقة كلها كأنه بيدور على عيل تايه، وبعد شوية يقول محدش يدخل عليا أنا والحالة علشان محدش يتأذي، ويقعد يقرا في حاجات غريبة ويحسس على راسك وكتفك وجسمك، وبعد شوية يولع البخور اللي تحس إنه هيغمى عليك من خنقته وتبقى مش شايف حاجة، ومرة واحدة تلاقي جايب لك حاجة ما تعرفش طلعها منين أصلا، شوية شعر متكعبلين أو شوية بودرة عاملة زي بودرة السجاير كده، سن ديناصور متقدد. انت ورزقك. ويقولك بس خلاص يا سيدي، ده انت كان معمول لك عمل في بق تمساح ميت في ترعة في أدغال أفريقيا وانا خلصتك منه وانت دلوقتي زي الفل. والله بصي، هو عامة أي حاجة تتقال وأي حاجة تتعمل غير القرآن ده هبل، وده هبل في الجبل. أما بقى عادة الدكاترة المحترمين بتاخد ميعاد تروح في الهادي، وغالبا لا بتشوف الكشف اللي قبلك ولا اللي بعدك بيشوفك، تلاقي مزيكا هادية وريحة المكان تاخدك على شواطئ المالديف ولا إن شاء الله ساحل العاج حتى، تدخل تمدد تاخد راحتك في الكلام وانت مطمن. محدش هيعرف أسرارك أساسا عشان شرف المهنة، ويساعدك تعرف الأسباب والحلول. أيوة والله عندك حق، حاجة تشرح القلب الحزين حرفيا. بس ما ننكرش إن في سحر وإن في أعمال وإن في حاجات وحشة ممكن الناس تعملها لبعض. أكيد طبعا. المهم ندي هنا 2-0 للدكاترة. العلاج.
تيجي بقى على العلاج بتاع الدجالين، تحس ان هم غشين من بعض. قال لحسين ايه بقى؟ قال له خد البتاعه دي ادهن بيها، ما تعرفيش ايه البتاعه دي اصلا، ادهن بيها مفاصلك، وخد الميه دي مش عارف ادلقها هنا، وهو مش عارف الميه دي اساسها ايه ولا عارف اي حاجه، واداله مش عارف بتاع يحطها تحت المخده. والموضوع بعد تماما عن العلاج بالقران. اول ما خدوا منا فلوس عرفت ان دي نصبايا وان ده دجال. فطبعا كل الحاجات اللي هو طلبها منه دي وهيعملها، هيلاقي بقى نفسه حاسس ان هو خف، وهو بس خد وعيه لحته تانية عن اللي تعبه وشغله. الدكاتره في منهم اللي لازم يعمل معاك الواجب ويكتب روشته 3 متر عشان تحس انك ما دفعتش 1000 جنيه كشف على الفاضي، لكن بتبقى راضي ومطمن انه عارف احسن منك في الحته دي. هو اصلا الكشف ده هيتوب الواحد يكتئب اساسا، بس على الاقل دول قله لكن ناس متعلمين. وبرضه في دكاتره بتكتب دواء عشان تربطك تفضل تاخد الدواء وما تعرفش تبطلوه الا بيهم، فتفضل تروح له وتدفع كشف وتروح له وتدفع كشف، وبعد كده بقى يعني الا من رحم ربي اللي حضر العفريت يصرفه، وزي ما في عفريت هناك في عفريت هنا. ايوه عندك حق. برغم كل ده 3-0 للدكاتره. التكاليف. بمناسبة ال1000 جنيه كشف، على الأقل بتبقى عارف هتدفع كام وتختار الدكتور وتقرأ عنه وتشوف غيره وتقارن قبل ما تدفع. ايوه. الدجالين بقى عاملين للواحد البحر طحينه، ده كله لله، واللي تدفعه وبعد شوية النبرة تختلف، ومعاها احنا مش عاوزين حاجة لنفسنا، دي طلبات الأسياد، وتلاقي هوب رجعنا ليكو بطلبات تسرسب 1000 ورا 1000. وتلاقيه يا عيني يا ولدان متعلق بالقشاية عشان يخلص من العفاريت. 4-0 للدكاترة. يا ترى في زي حسين كتير؟ صوتكم لمين؟ احنا النهاردة صوتنا كان للدكاترة، يا ترى انت صوتك لمين؟ هيظهر دلوقتي على الشاشة 2 من أكتر الماتشات إثارة. انجوي.